واهلا بكم في برنامج العالم، ما تنسوش اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. يعني اسامه حسن ما زال بيتكلم عن النادي الاهلي، ما زال بيعمل تعصب وفتنه في المصريه، وهيفضل على طول يعمل تعصب وفتنه في المصريه، ويفضل دايما بيتكلم عن النادي الاهلي عامل له مرض نفسي، فبيتكلم عن النادي الاهلي اكتر من ناديه. زي ما قلت لكم هو بيتكلم عن النادي الاهلي اكتر من ناديه، بيفضل يتكلم عن النادي الاهلي، يعني كلام اصلا كله كذب كله. فهو بيحب يسير الجدل بكلامه وبيعمل تعصب فتنه في المصريه، وهو شخص حاقد وكاره وغلاوي تجاه النادي الاهلي. فطبعا هو يعني بيحب الترند دلوقتي. اسامه حسن بيحب الترند دلوقتي جامد قوي. فاسامه حسن طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي الاهلي، كلام بينم على التعصب في. طبعا هو بيقول كلام كله كذب وافتراء عن النادي الاهلي، بيقول كلام مش موجود على الواقع، بيقول كلام اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسه، عملوا تعب نفسه، عملوا عقده من السنين. يعني فطبعا اسامه حسن طبعا هو بيت وش بيترمى، ما عندوش شخصيه، ما عندوش مبدا في حياته، في راسه هناف ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما بتقول ان النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من السنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في جد والله العظيم، يعني حاجه في منتهى الكذب، وحاجه في منتهى التعصب فتنه، وحاجه غير محترمه. تعالوا معايا كده. بيراميدز فريق قوي، سان داونز فريق قوي، النادي الاهلي مش اقوى منهم، مش اقوى منهم اعلاميا. بص برضه بالون بتنفخوا فيه يا عم كم ما ينفعش يا كابتن. لا النادي الاهلي، النادي الاهلي اصلا دخوله بافريقيا من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها والسنه دي، المكسب بتاعه مش بادائه، المكسب بتاعه بتوفيق، بضغط جماهيري، ضغط اعلامي، الكلام ده كله. يعني واضح الاهلي عامل لك مرض نفسي جامد، يعني عامل لك مرض نفسي جامد قوي قوي قوي. يعني لما يطلع يجي يبقى حاجه منتهى الكوميديا. يعني الاهلي عامل له مرض نفسي حقيقي. بيقول كلام اصلا كذب كله، وكله كره وحقد ومرض نفسي. الاهلي عامل له مرض نفسي. ما يطلع يقول لك ان بيراميدز صن داونز اللي هم اقوياء، والاهلي اقواهم اعلاميا وجماهيريا. ده اللي هو ازاي يا اسامه حسن؟ يعني يعني اللي زي ده طبعا طبيعي، عشان هو لازم يقول كده عشان الاهلي عمل له مرض نفسي. وبعد كده يقول لي انتوا نفختوا في مش عارف ايه. نفخنا في مين؟ نفخنا فين يا اسامه حسن؟ هو بيقول حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، بيقول حاجات اصلا يعني بيقول اي كلام كده وخلاص، يعني فاهمني. وبعدين يجي يقول دخول الاهلي دوري ابطال افريقيا جماهيريا واعلاميا، او كلامه والله يعني حاجه ضحك، تضحك باللي هو بيقوله. اسامه حسن تقعد تضحك كده من الكلام اللي هو الاهلي، يعني الاهلي دخوله ده عايز اعرف اسامه حسن، دخول بس الاهلي دوري افريقيا على الاقل الاهلي بيخشها كل سنه. في ناس تانية ما بتخشهاش خالص، يعني زيكم ما بتخشهاش خالص. على الاقل اللي بيخش دوري ابطال افريقيا كل سنه دايما، وبياخد على طول بطوله دوري ابطال افريقيا على طول كل سنه. فانت بتيجي تتكلم، تيجي تقول اللي هو بيخش دوري افريقيا عشان خاطر اعلاميا ولا مش عارف جماهيريا. كلام اصلا يعني والله العظيم يضحك، كلام يضحك اصلا. وبيقولها حاجات من دماغه اصلا، هو مش يعني هو بيقول يعني هو تلاقي حافظ له كلمتين، اي كلمتين كده، لكن لو يفهم الكلام اللي هو بيقوله، لا هو عاد، لا هو فاهم حاجه ولا عارف حاجه. يعني لو هو الكلام اللي هو بيقوله ده لا هو فاهمه ولا عارف اي حاجه، بس هو حافظ له بس حبه كلمتين. فطبعا هو هيفضل طبعا هو بيحب، قلت لكم بيحب الترند واللقطه. اسامه حسن بيحب يصير جدا جدا. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاكد على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.